السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهلي وسان جورج، ماتش خلص 4. ماتش حلو. عملنا كل حاجة تقريبا كنا محتاجينها في الماتش ده. بتريح اللعيبة الأساسية، بتطمن على لعيبتك مش هقول بدلة، بس الصف الثاني. بتعمل روتيشن بشكل كويس قبل مدعكة كبيرة انت داخل عليها. خلينا نشوف اللي حصل والأهلي كان شكله عامل ازاي. رقم واحد في القصيم له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. طبعا الاهلي بدا بشناوي ومنعم وربيعه، دول اساسيين. محمد هاني اساسي. كريم الدبيس مكان علي معلول اللي انا فرحان بيه جدا. كوكا مكان مروان برضو اللي انا فرحان بيه جدا. كريستو بدا بيه ناحيه الشمال، بعد كده امام عاشور وقفشه في نص الملعب، وعبد القادر وقدامهم كهربا، وال4-1-4-1 ظاهره بشكل كبير. طب ازاي بقى طريقه اللعب اتغيرت وازاي الاهلي كان بيلعب؟ الاهلي طبعا كان مستحوذ على اللعب بشكل اكبر، فهنتكلم على الشكل الهجومي بتاع الاهلي. في الطبيعي كان الاهلي بيدخل الجناح لقلب الملعب، سواء حسين الشحات او ايا كان مين اللي بيلعب هنا، وكمان نفس الكلام بيرسي تاو، وبيسيب الخط لعلي معلول ولمحمد هاني. النهارده الوضع اختلف بشكل كبير. الاهلي كان بيسيب كريستو على الخط بشكل كبير، والناحيه الثانيه عبد القادر نفس الكلام، وبيدخل قفشه وامام عاشور في المنطقه دي يكملوا مع كهربا. يعني قفشه وامام عاشور كانوا واخدين المكان ده كله، واحد بيمين ناحيه الشمال والثاني بيمين ناحيه اليمين. وكمان بنشوف كوكا اللي بيغطي وراهم، وكان بيضم الدبيس ومحمد هاني، وبتبقى الطريقه شكلها كده 2-3-5. اوقات كنا بنشوف الدبيس بيطلع يعمل عرضيه من هنا، بس عمري ما شفت الدبيس وصل لحد اخر منطقه هنا، ولا محمد هاني نفس الكلام. كان حتى لما بيضم بتلاقي عبد القادر رجع مكانه، او حتى لما بدله عبد القادر ناحيه الشمال وكريستو جه ناحيه اليمين. وكنا بنشوف ساعات ان محمد هاني بيطلع في الحته دي، بس معظم الوقت كانوا بيغطوا في المكان ده. فكان عندنا دايما زياده عدديه. الاهلي النهارده كمان مميز في حته ثانيه، ان الكره لما كانت بتقطع كله كان بيضغط. قفشه كان بيضغط، كريستو كان بيضغط، كهربا بيضغط، امام عاشور بيضغط، وعبد القادر بيقرب، ووراهم جاي كوكا، فكنت بتلاقي 6 لعيبه بيضغطوا. طب وقت الدفاع طبعا زي ما احنا شايفين كده، في 5 لعيبه هم قريبين من الحته الدفاعيه. دبيس بيرجع مكانه، ربيعه بيرجع مكانه، عبد المنعم بيرجع مكانه، محمد هاني، وهنا كوكا بيغطي في المكان ده لحد ما يجي له بقى مين اول واحد؟ قفشه وكريستو وعبد القادر. وكان امام عاشور اخر واحد بيرجع يغطي. هو كان مديله حريه ومميله كتير ناحيه الشمال عشان خاطر يوزع اللعب من الناحيه دي. الكوره كمان ما بتقعدش هنا في الحته دي كتير، ما كناش بنعمل بيلد اب كتير في الحته الدفاعيه، كانت على طول بتروح من كوكا لامام او لقفشه، وبنبدا نوزع لعب على طول. 5 لعيبه دايما موجودين في الحته الاماميه بشكل كبير. ده كان شكل الاهلي النهارده. طمنا لما يكون علي معلول مش موجود انك هتعتمد على جناح خط ومعاه امام عاشور وايا كان بقى بيرسي تاو او مين اللي هيكمل في المكان ده، سواء قفشه بيرسي تاو هيكمل من الناحيه الثانيه. اعتمدنا كمان النهارده على كوكا اللي بيغطي في المكان ده. شفنا ازاي تغطيه الباكات في نص الملعب، وشفنا ازاي تقفيلهم في المنطقه دي وارتدادهم بسرعه، وعدم ارهاق امام عاشور بالادوار الدفاعيه الكتير. ده هيتطبق في الماتشات السهله. في الماتشات الصعبه زي ما كنا بنقول هتبقى 4-3-3، وهنلاقي ديانج موجود عشان خاطر الادوار الدفاعيه تبقى اكبر. بس كده ده كان شكل الاهلي النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي شفتوا ايه مميز النهارده في الاهلي كمان عن اللي احنا قلناه في الفيديو. شكرا ليكم والسلام عليكم.